لما كان الأهلي في بداية الموسم ما يعيش أفضل حالاته، وكان سخط كبير جدا على رياض، وكأن رياض يملك عصا سحرية للنادي الأهلي. هو قالها، قال أنا مش أشيل الفريق لوحدي. يا سلام عليك. عشان كذا اليوم لما نشوف رياض بهذه القوة وبهذه الأرقام، الآن أفضل ثلاثة، أفضل أرقام عند رياض محرز. 17 هدف هو مساهم في التسجيل فيه، إما بالتسجيل والصناعة. هذه توريك أنه هو رقم واحد صار في هذه العملية بين مجموعة اللاعبين اللي موجودين والمؤثرين في النادي الأهلي. التكنيك اللي يملكه شيء خيالي. لما تشوف واحد زي غوارديولا كيف كان يتكلم عنه، لما تشوف أعظم اللاعبين في العالم كيف تتكلم عن القيمة الفنية اللي يملكها رياض محرز في التوقيت، في القرار، في ترويض الكورة. أي كورة ممكن تلعب له إياها من أي اتجاه، ممكن وانت ما تتوقع ان هذه الكوره ممكن ياخذها بشكل آخر، في الأخير الكوره تتروض ويطوعها.